في هذا بارك الله فيك. أولا كل شيء كما قالوا إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. والمشكلة في هذا العصر أن أصبحت العجائز تقرر في مجالسها سياسة الصين والهند. ما أصبح الآن للسياسة مختصين، وإنما أصبح الكبير والصغير، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام وانتشار الفضائيات. الكل أصبح خبير اقتصادي، والكل أصبح خبير سياسي، والكل أصبح خبير استراتيجي، ومن يرى الفضائيات يرى ذلك. ما أصبح فيه تخصص حتى، ولا يحترم التخصص. لذلك نحن نقول للشباب أن الاشتغال بالحديث أكثر من اللازم في قضايا السياسة وما إلى ذلك ما ينبغي، وإنما نجعل هذا لأهله. والتغطية والتصويب يجب أن يكون من أهل الفهم والعلم والعقل. ما كل من جاء، خاصة في أبناء الثانوي أو أبناء الجامعة والعوام والناس، أصبحوا يقررون السياسة العامة، ما هو بس لدولتهم، يعني يا ريت أنهم يقررون، وإنما يقررونها للشرق والغرب، ويخطئون ما قام به الصين والهند وأمريكا وغيرها. هذا هو الفوضى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم عن آخر الزمان، قال: وينطق فيهم الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو في الأمر العظيم. وهذا واقعنا الآن. إنسان طالب ثانوي ما عنده شيء، أو رجل بسيط ما توسع في العلم، يتكلم في الاقتصاد وفي السياسة وفي الحكام وفي الأنظمة وفي القوانين كأنه بخاري زمانه. هذا لا شك هو ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق فيهم الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العظيم، أمر العامة. ولذلك حتى في أمور الدين الأولين يقولون فلان مفسر، فلان محدث، فلان واعظ، فلان فقيه مفتي. الآن ضاعت هالمعايير، فأصبح تجده مهرج أو واعظ، فإذا به يفتي ويقعد ويقرر. ولذلك الإمام الهيثمي رحمه الله يذكر في أحد كتبه أن هؤلاء القصاص اللي يسمونهم الأولين قصاص ما ينبغي أن يعتل المنبر. قال: ينزل من على المنبر، لأن هذا عبث أن يجي قاص من القصاص فيتحول إلى إمام يقرر في الدنيا. فأنا أعتقد أن هذا من الفساد في عالمنا المعاصر، أن يضيع التخصص. ولذلك أنصح إخواني، خاصة الذين لهم دراية ولهم سلطة على الشباب ولهم سماع، أن يوصوا الناس أن يلزموا حدودهم. أنا ما بفهم في مسائل في الاقتصاد وغيرها، ألزم حدي. ما بفهم في السياسة، ألزم حدي. أما أني أتكلم بكل شيء وأنا في أول الدرب، هذا في الحقيقة هو من أسباب المشكلة. وللأسف الشديد أن الكفار على ما هم فيه أحسن من كثير من المسلمين بهذا. تجد العالم الإسلامي الآن، العالم الأوروبي كله، ما تجد كل واحد من العمال والفلاحين وطلاب المدارس يتكلم في كل سياسات الأمة. تجد سياسات الأمة يتكلم فيها العقلاء منهم. ولذلك فازوا وسبقونا حتى في قضايا المعايشات العامة. ما نسمع نحن في كل ما نرى في دول أوروبا، حتى في برلماناتهم وأحوالهم، كما نشاهد في بلاد المسلمين. السبب أن أولئك قوم يؤمنون بالتخصص. احنا الآن ما عندنا هذا التخصص، وهذه مشكلة. ولذلك أنا كتبت مرة زمان فيما أذكر مقال عنوانه: عندما تصبح راقصة الباليه تقرر سياسة الصين. ما يمشي هذا، لابد إنزال أمور منازلها وإنزال. ولذلك قال العلماء هنا يجب إنزال الناس منازلهم. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لابد من وزن الأمور بميزانها الصحيح وضبطها بالضبط الشرعي السليم. نعم.